أسعد الله أوقاتكم مشاهدي قناة الجسر الفضائية. معكم من جديد أنس أبو عدنان، مراسل قناة الجسر الفضائية من مدينة حمص. طبعا عودتكم قناة الجسر الفضائية أن تكون دائما في المقدمات على الجبهات القتالية وتنقل لكم الحدث مباشرة. طبعا نحن الآن على جبهة حوش حجه المنسية إعلاميا وعسكريا. سوف نقوم الآن بهذه الجولة وبرفقة الثوار كي يحدثون عن أهمية هذه الجبهة التي تطل على القرى الموالية لقوات النظام، منها قرية الأشرفية والمشرفة وكفر عبد والحازمية والحواجز التابعة لقوات النظام التي تقوم بقصف القرى المحررة في ريف حمص الشمالي بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة والمتفجرة. حاولت قوات النظام على هذه الجبهة التسلل مرارا وتكرارا، إلا أن الثوار بدون كلل أو ملل قاموا بالتصدي لقوات النظام وتكبيدهم خسائر بشرية وعسكرية ومادية. طبعا هنا الثوار يرابطون على هذه الجبهة في الليل والنهار وبصمود مستمر دون أن يتراجعوا ولو بصمت واحد على هذه الجبهات. طبعا بالأمس كنا على الجبهات القتالية في المشروع وسنيسل وجوالك، ومن قبلها كانت قناة الجسر الفضائية على جبهة الكم وتيرمعلة، ومن قبلها على جبهة كتيبة الهندسة في مدينة الرستان. ونحن اليوم على هذه الجبهة المنسية إعلاميا كما ذكرت وعسكريا، جبهة حوش حجه التي تطل كما ذكرت أيضا على حواجز متعددة ومتنوعة في هذه المنطقة التي تعد خاصرة الريف الشمالي، وهي من الجبهات الحساسة في هذا الريف. طبعا كونوا معنا وتابعونا في هذه الجولة الخاصة لقناة الجسر الفضائية التي يقدمها مراسل قناة الجسر الفضائية أنس أبو عدنان. واليوم قناة الجسر الفضائية تتجول على هذه الجبهة، وسوف نقوم بالحوار وأسئلة مع الثوار المرابطين على هذه الجبهة القتالية. طبعا نحن هنا في هذا المكان بعيدون فقط 200 متر عن حواجز قوات النظام. طبعا حاولت قوات النظام أمس ومن عدة أيام محاولة التسلل وبظاهرة غريبة، حيث كانوا قوات النظام يرتدون اللباس الشيشاني وحاولوا التقدم على هذه الجبهة، إلا أن الثوار انتبهوا لهم وقاموا بتكبيدهم خسائر بشرية وقتل عدة عناصر لقوات النظام وجرح آخرين. طبعا قوات النظام المتواجدة في القرى الموالية والحواجز المحيطة تقوم بقصف هذا المكان بالأسطوانات المتفجرة، فضلا أيضا عن استخدام الطيران الحربي والطيران المروحي الذي يقوم بقصف هذا المكان براميل المتفجرة والصواريخ الفراغية. وأيضا نذكر منها أيضا الأسطوانات المتفجرة والمدافع والرشاشات المتوسطة والثقيلة. ونلتقي الآن مع أحد القادة الميدانيين المتواجدين على هذه الجبهة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الآن قناة الجسر الفضائية. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. شو ممكن تحكي لنا عن هاي الجبهة وشو أهميتها بالنسبة للثوار وبالنسبة لقوات النظام؟ طبعا هون حوش حجه. نعم. طبعا عدة نقاط متسلسلة. طبعا هون عندنا هون هذا الأشرفية، هاي قرى موالية للنظام. ليك أخي هون بس أعطينا خير من عندك. أخي هون طبعا قرى هون موالية للنظام، في عندنا هون الأشرفية بتنتقل لهون كمان قرى هي موالية للنظام، كفر عبد، الحازمية، شو كمان حوش الديواني حوش الديواني وتحته حوش أساس. طبعا هاي جبهة متسلسلة تمتد قرب يعني تقريبا شي 20 كيلومتر. نعم. نحن هون طبعا هاي القرى، طبعا شرحنا الأشرفية هون والقرى هاي هون كفر عبد، بعدها بتنتقل هون حوش الديواني، حوش الأساس، بعدها معمل حرامات. هاي الجبهة تمتد تقريبا شي 20 كيلومتر.
من الغرب الى الشرق اكثر بشوي يعني. نعم. طبعا هون عدة فصائل مرابطة على هذه الجبهة. طبعا الجبهة هون جبهة صاخنة. شو أهمية هذه الجبهة بالنسبة لقوات النظام؟ يعني بنلاقي محاولات كثير لقوات النظام أخي منذ تقدم. عدة أيام وقت اللي كانت عملية اقتحام ريف الشمالي. نعم. إجا بعض الشبيحات تسللوا من هاي النقطة. مع بعض تسللوا يرتدون لباس شيشاني. من هاي النقطة هون هيك عم يتسللوا في اتجاه القرى طبعا والنقاط المتواجدة هون طبعا المجاهدين. الحمد لله رب العالمين تم الصد والرد، رد عنيف. كيف انتبهتوا لهم؟ جتنا تعليمات هاي خاصة. نعم. تم الصد الحمد لله رب العالمين بالعنف. طبعا قتلنا ما بين قتيل وجريح شي 15 خنزير الحمد لله رب العالمين. نعم. الى جهنم وبئس المصير. طبعا هون هي نقطة تقريبا استطلاع ورصد. طبعا هون اكثر شيء تسللات من المنطقة. طبعا هذا سلاحنا خفيف يعني ما عندنا الحمد لله رب العالمين. لا نعتمد هذا السلاح الفردي البيكيسي والرشاش كذا. لا الحمد لله قوة ايماننا والعقيدة. نعم. نلتقي الان مع احد المقاتلين الثوار. السلام عليكم يعطيك العافية. السلام ورحمة الله. حضرتك رامي قاذف في هذا المكان. نعم. شو فيك تحكي لنا عن هي الجبهة وأهمية الجبهة بالنسبة للثوار وقوات النظام وكيف هي معنويات الثوار اليوم؟ تعد هذه النقطة من النقاط الساخنة في الريف الشمالي. والأخوة المجاهدون في معنويات عالية جدا. نعم. ولله الحمد. وهناك التسلل في كل فترة تسلل إلى هذه النقطة ولله الحمد نحن نقوم بالتصدي لهم في كل وقت. نعم. قوات النظام حاولت التسلل على هذه النقطة واقتحام ريف حمص الشمالي وفشلت قوات النظام. كيف فيك هلا تحكي لنا شو الأسلحة مثلا استخدم الثوار بما أنه نحن نعرف أنه هي أسلحة بسيطة؟ نحن ولله الحمد هذا سلاحنا. بندقية، قاذف، رشاش بيكيسي، رشاش دوشكا، هذا السلاح الموجود لدينا. ونقوم نحن ولله الحمد بالتصدي لهم في أي وقت. نعم. نعم. طبعا حاول النظام عدة وسائل أن يتسلل بالليل أو بالنهار، يتسلل أو يقتحم والحمد لله رب العالمين وجود المجاهدين صد عنيف إن شاء الله. يعني نحن الحمد لله هون هي جبهة ساخنة يعني. جبهة ساخنة منذ فترة من بدأت عملية اقتحام ريف الشمالي. نعم. شوف في عدة فصائل هون أنا شرحت لك عدة فصائل هون. في عندنا عدة فصائل طبعا متواجدين على هذه الجبهة عدة نقاط. طبعا نقاط هون تمتد على مدى الجبهة ما تقارب هذه الجبهة يعني شيء 20 كيلومتر من الغرب إلى الشرق. نعم. تقريبا يعني. كم يبعد حي درب علبي عن هذا المكان؟ طبعا يبعد ما يقارب يعني حد 6 كيلو 7 كيلومتر يعني حسب معلومات. هذه هي النقطة الفاصلة ما بين مدينة حمص وريف الشمالي كذا. أكيد. طبعا هاي القرى هون قدامنا موالي للنظام هي القرى موالي للنظام. هلا إذا فينا نتحدث أكثر إنه قوات النظام شو الأسلحة اللي بتستخدمها حتى تقوم بقصف هاي المنطقة؟ أخي النظام خلى سلاح يعني طبعا لما استخدموا ضربوا هون على الشعب. طبعا هي القرى هي ليس هون نقطة عسكرية. القرى هون طبعا ما هي هون كان تجمع مدني. هون كان تجمع مدني. هي قرية حوش حجر كانت تجمع مدني. هون في عندنا هون يعني كان معظم السكان تتواجد هنا. بس سبحان الله النظام استخدم عدة السلاح. الطيران الروسي اخي اسطوانات ما عنده شيء الا ما استخدمه في هذه الارض. عدة السلاح استخدمه هون في هذه الارض. اخي استخدم كل شيء. نحن الحمد لله منها الاسطوانات متفجرة ثقيلة عن وزنها ما يقارب شيء 300 كيلو. نعم. 300 كيلو الوزن. مدافع 57 ورشاشات متوسطة كما نسمع الآن 72. طبعا هون في كذا نقاط. في هون قدامنا هون الاشرفيه. هون عندنا نقطه هي شيلكه. هون وطبعا لما ابي لك هون اتجاه الكاميرا. هون في راجمي وعندنا هون هون بيجينا اسطوانات من هذه المنطقه. اذا راجمات الصواريخ والاسطوانات المتفجره والمدافع 57 والرشاشات الشيلكه وغيرها تقوم باستهداف هذه المنطقه. النظام استخدم بهذه الجبهه استخدم عده وسائل الحرب. هلا اخي سننتقل الى النقطه الثانيه. تفضل. من عندك شوي.
طبعا احنا هون هي النقطة الثانية. طبعا تابعة لنقطة التوسط من هون. هلا في عندنا هون طبعا نقاط كاشفة على العدو. هون بصير عندنا رمايات. طبعا هون للتسلل قاعدين هون اوضح، انتبه شوي هون. ايه طبعا التسلل من هذه المنطقة أكثر شيء بيحاولوا يعني. والشباب هون إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف هي معنويات الثوار اليوم وكيف هي جاهزيتكم؟ الحمد لله معنوياتنا عالية وبإذن الله صامدون بإذن الله. إن شاء الله هاي تعالى. غلطة ما نتخلى عنها. نعم. من خلال يعطيك العافية. من خلال رصدكم لهذه المنطقة، شو أكثر أحيان بتشوفوا بتحركات قوات النظام؟ اوقات بنشوف عساكر عم يتسللوا لبين الزيت وبوقفوا على الساتر، بصيروا بيحكونا كلام، بيسبوا، والحمد لله نطلق عليهم النار بيسكتوا بينزلوا تحت. شبيحة النظام متواجدين على هي الجبهة، هم من ميليشيا شيعية أم فقط من عناصر قوات النظام والعساكر مثلا؟ لا أخي، هنا بس شيعة، حزب الله وإيران، وهناك علوية غير علوية موجودة، الأشرفية كمان هناك علوية موجودين، لكن الجيش ما بتوقع لأنه كلها شيعة هون وميليشيات. الدفاع الوطني كمان موجود هون. كيف هي معنوياتكم؟ الحمد لله رب العالمين، معنوياتنا عالية، بإيماننا قوي الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طبعا الأهم قدم إلى النقطة الأمامية للمتواجد على العدو. طبعا احنا ما زلنا هون على جبل كوشاجو. طبعا هالنقطة اللي احنا جينا عليها هي النقطة الثانية الثالثة متقدمة. طبعا لا نبعد عن العدو ما يقارب يعني 200 متر عن الشام. طبعا هون الشباب مرابطين ان شاء الله. تفضل اخوي رشيد. طبعا الشباب مرابطين. طبعا النقاط المتواجدة فيها الشبيحة الشيعة. طبعا النظام عدة وسائل قصف هذه القرية بالاسطوانات بالطيران الروسي. السلاح الكامل بس مين بده؟ هي روسيا عم ناخذ معها. طبعا نلتقي الآن مع أحد الثوار مرابطين على هذه الجبهة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي موجودين هلا نحن هاي النقطة، نقطة حوش حج ونقطة هي متقدمة كما ذكرنا. شو فيك تحكي لنا عن هاي الجبهة؟ هاي النقطة عفوا. والله نحن يا أخي هون قاعدين على هاي النقطة جبهة يعني نقطة متقدمة نرصد تحركات الأعداء من الشيعة والنصيريين. نحن نبعد عنهم حوالي 200 متر نسمعهم كل يوم بالليل أصوات عبارات طائفية ويا حسين ولبيك يا زينب ومن هذا الكلام. ونحن الحمد لله هنا بأتم الجاهزية ولا ينقصنا شيء، بإذن الله جاهزين لأي هجوم من هذا العدو الغادر. نعم. كيف هي معنوياتكم عم تكون؟ الحمد لله معنويات كثير كبيرة الحمد لله. الشباب يعني بعد التدخل الروسي زاد إيماننا بالله عز وجل أكثر من قبل. الحمد لله. شو فيك إذا يمكن توجه رسالة للعميمين عم يسمعك على قناة الجسر الفضائية؟ نشكر قناة الجسر إنها عم يعني تكون على أحوال الناس والمجاهدين والمرابطين، ونشكر إخواننا بالقادة هون بالحركة لأنه ما عم يحرمونا من شيء، والحمد لله سلاح متوفر وذخيرة وأكل وعتاد وكل شيء، والحمد لله رب العالمين معنوياتنا عالي بإذن الله النصر قريب إن شاء الله. إن شاء الله. أخي هون لسه في نقطة هي هون عم فرجيك إياها. طبعا ما رح نحسن نوقف لأنه في قناص قابلنا شوي. نحن كل ما القناص تعامل نحن بنجي نتعامل معه من هون. فينا نكشف موقع قوات النظام من هم. في شو بس لا تبين زيادة. خلي كاميرتك ما تبين زيادة. أخي هون القناص تقريبا هون باتجاهنا. ما رح أعطيك تفاصيل أخي مشان إن شاء الله الأمنيات. هون القناص باتجاهنا أخي بتعامل هون في عندنا شبه نقطة مكشوفة. طبعا احنا بنرد يعني من نعطي الرد ان شاء الله مباشر، رد عنيف يعني ان شاء الله هني
احنا موجودين. يعني قوات الثوار دائما بيكون يعني الرد مباشرة بيكون بقصف مع قوات النظام مثلا. نحن نتعامل معهم برد يعني ان شاء الله. نحن شو فينا الله هيك يطورنا نتعامل معهم. نعم. نحن بنعرف انه هي الجبهة على طول في اشتباكات. هون يعني عندنا نقط قدام هون يعني هيك هلا هذا البناء هذا اجد اسطواني. اسطواني من قدامنا. طبعا هون قدامنا هون 57 فينا نحكي عليه 57 هون وراجمة صواريخ متواجدة هون حد مننا. هاي نقط المتواجدة قريبة نقط ولا النظام الشعبي. الحمد لله نحن هون يعني صامدون باقيون ان شاء الله. هي ارضنا وما بنتخلى عنها وان شاء الله نحن منصورين باذن الله ان شاء الله يا رب. في نهاية هذا اللقاء فيك يعني فيك تصور تكشف هون المناطق هي هون تضيع ولا النظام فيك تصور اذا بدك نعم. يعني. في نهاية هذا اللقاء شو بتحب توجه رسالة عبر قناة الجسر الفضائية؟ اخي نحن بنشكر قناة الجسر الفضائية على التغطية الإعلامية. يعني نحن ان شاء الله نحن ان شاء الله مجاهدين سوريا. نحن ما راح نتخلى عن ارضنا وما بنقول الله لا يسامح اللي خذلنا. نعم. من هذا المكان كان معكم أنس أبو عدنان في تغطية خاصة لقناة الجسر الفضائية على جبهة حوش حج. نقلنا لكم هذه الجبهة عسكريا من ريف حمص الشمالي. كان معكم أنس أبو عدنان في جولة خاصة لقناة الجسر الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.